من قلب مدينة تريفيزو الإيطالية، وفي إطار فعالية الدورة 11 للمهرجان المغربي الإيطالي، نظم لقاء استثماري هام جمع نخبة من الفاعلين الاقتصاديين من المغرب وإيطاليا. لم يكن الهدف من اللقاء تبادل الأفكار والخبرات فقط، بل كان منبرا لعرض فرص الاستثمار التي يقدمها المغرب في مختلف القطاعات، وخصوصا في ظل الدينامية التنموية التي يشهدها البلد تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. شهد اللقاء حضور شخصيات بارزة، على رأسها السيد محمد الغراس كاتب الدولة الأسبق المكلف بالتكوين المهني، والسيدة سهام أبو عبد الله رئيسة لجنة التنشيط الاقتصادي بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة. السيد محمد الغراس في تصريحه سلط الضوء على الأهمية التي يوليها المغرب لجذب الاستثمارات وعلى البنية التحتية القوية، ومساهمة خريطة التكوين المهني في تطوير الموارد البشرية ودعم المشاريع الكبرى. نترككم الآن مع تصريحين حصريين لكل من السيد محمد الغراس والسيدة سهام أبو عبد الله حول أهمية هذا اللقاء وآفاق التعاون المستقبلي بين المغرب وإيطاليا. محمد الغراس كاتب الدولة السابق المكلف بالتكوين المهني. يعني سعيد أنني نحضر في هذه الدورة ديال 2025 للمهرجان المغربي الإيطالي المنظم من طرف جمعية المهرجان ومن طرف كوبيراتيف هلال اللي تيشرف عليهم السي عبد الله الخزراجي. هذه السنة هذه تنشوفوا بلي أنه كاين اهتمام كذلك بواحد الجانب اللي هو تشجيع المقاولات الإيطالية على الاستثمار في المغرب وعلى يعني أن الاستغلال ديال هذه الفرص اللي كتتيح هذه الدينامية اللي كتعيشها بلادنا، سواء من الناحية ديال البنية التحتية، سواء من الناحية ديال هاد يعني المحافل العالميه الكبيره اللي غادي تكون ان شاء الله من هنا ل 2030. كانت المشاركه ديال الغرفه ديال الصناعه والتجاره والخدمات ديال جهه الرباط سلا القنيطره، اساتذه جامعيين، بعض اصدقاء المغرب من الخارج، وانايا كانت عندي فرصه باش نتطرق الى شيء اللي هو مهم جدا في جذب الاستثمارات وفي تحقيقها وفي انجاح ديالها، الا وهو التطوير والتنميه ديال الموارد البشريه. فكانت فرصه اننا نتكلموا على الخريطه ديال التكوين المهني الجديده اللي تقدمت امام سيدنا الله ينصرو في 2019 وتمت الموافقه عليها، واللي كان عندها يعني واحد النتائج مهمه وواحد الواقع مهم على المواكبه ديال يعني التنميه وديال المشاريع الكبرى ديال البلاد، سواء فيما يخص البنيه التحتيه او فيما يخص مواكبه الاستثمارات الخارجيه اللي كنشوفوها في مجالات ديال الطيران، مجالات ديال السيارات، مجالات ديال الالكترونيك او المجالات ديال الطاقات المتجدده. ومن هنا لقدام كذلك غادي نشوفوا المجال ديال الرياضه والاستثمار في الصناعات الرياضيه والصناعات الثقافيه وغيرها من الاشياء. شكرا. سهام أبو عبد الله رئيسة لجنة لانيماسيون ايكونوميك داخل غرفة الصناعة والتجارة والخدمات. هذا النهار حضرنا في هذا طابل غونت اللي نظمها مهرجان المغربي الإيطالي. وبهذه المناسبة أنني كنشكر السي الخزراجي وكنشكر المنظمين على هذا المهرجان، لأنه أول مهرجان كيتطرق للمستثمرين المغاربه، وانه كيساهم بواحد المجهودات جباره انه يجلب المستثمرين الايطاليين الى ارض الوطن. كما انه بصفتي حاضره بالنيابه على رئيس غرفه الصناعه والتجاره لجهه الرباط سلا القنيطره، انهم خلال المداخلات ديالي انا تطرقت شنو هما الامتيازات اللي كيمكن الغرفه والخدمات اللي كيمكن الغرفه تقدمها للمستثمرين المغاربه، المستثمرين الاجانب، من اجل الاستثمار داخل الجهه. كما انه وضحت شنو كيمكن للجاليه المغربيه المقيمه في الخارج باش تجي تستثمر داخل الوطن، شنو كيمكن لها الغرفه تقدم لها، شنو المواكبه اللي كيمكن لها تواكب هاد المستثمرين. وشكرا. شكرا لمتابعتكم.
لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو.